أهلا ومرحبا بكم جميعا معي يا أحلى ناس. من فضلك قبل أن أبدأ شجعني بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك، وشكرا لك من أعماق قلبي. اليوم سأخبركم ببعض الأشياء عندما تلاحظها فهي تدل على أن شخص ما يفكر فيك. لنبدأ. مثلا الانزعاج أثناء تناول الطعام، من الممكن أن تكون في حالة استمتاع بتناول طعامك وفجأة تشعر بأن الطعام لا يمر بسلاسة عبر المريء، وقد تبدأ في السعال. في هذه الحالة يوجد شخص متوتر يفكر فيك، مما يؤثر على عقلك الباطن. إن كان هناك شخص يفكر فيك بشكل دائم من بعيد وأنت لا تدري، فمن المؤكد أنه سيحاول أن يبقى على تواصل معك لأطول وقت ممكن. سيحاول الاتصال بك عبر الهاتف أو إرسال رسائل نصية أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والواتساب. فالشخص اللي يفكر بشكل دائم فيك قد يرغب في مشاركة تجاربه وأفكاره معك، وقد يكون لديه حاجة ملحة للتواصل معك للتعبير عن مشاعره أو للحديث عن مواضيع مهمة بالنسبة له. إذا كان شخص ما يظهر بانتظام في الأماكن التي تذهبين إليها، فإن ذلك قد يكون مؤشراً على أن ظهوره ليس عبثياً، بل قد يكون مقصوداً. على سبيل المثال، إذا كان يظهر في مكان عملك بانتظام أو في الأماكن التي تعرفها جيداً، فهذا دليل على أنه يراقبك وعلى أنك لا تفارق تفكيره أبداً. عندما تجد نفسك لا تستطيع التوقف عن التفكير في شخص ما، حسب علم النفس، عندما تلاحظ أن هناك شخصاً لا يفارق تفكيرك على الرغم من أي ظروف معاكسة، فهذا يعني أن هناك شخصاً يفكر في كل تفاصيل حياتك. وتسمى هذه الظاهرة المعاملة بالمثل، وهي أمر لا يفكر فيه الكثير منا. فعندما تفكر في شخص ما، فإن أفكارك تنتشر في حالتك وتصل إلى الشخص الذي تفكر فيه، حيث تم تكوين رابطة روحية. فكلما فكرت في شخص ما زادت قوة هذا الاتصال. شكرا على المشاهدة، ولنلتقي في فيديو جديد. مع السلامة.